عصور آل طاهر التاريخية. عصور التاريخ. التبع الحسين بن آل طاهر رأس ذي القفاء، كما ورد في الإكليل عند أكبر المؤرخون أبو محمد الهمداني لسان اليمن في التاريخ والأنساب. يذكر في التاريخ أن التبع الحسين بن آل طاهر لقب برأس ذي القفاء، وكان ذو القفاء سيفا مشهورا ورثه من أجداده من بيت الملك شمر هرعش الحميري، وكان من السيوف المعروفة بالسيوف اليهرعشية. وقد لقب بهذا اللقب بعد انتصاره على جيش العكار، حيث عرف بشدة بأسه في القتال، وكان يروى أنه كان يصرع عددا كبيرا من الأعداء بضربة واحدة من سيفه. وقد ذكر سيف ذي القفاء في عدد من الأشعار القديمة، ومنها قول شاعر يمدح بطولته: فأقسم لولا البلسدان وذو القفا، وذو الجرم فات الخل يوم حراض. وقال راجز من نهم يوم وقعة العكار: قد وجد الأفدع صعبا جلدا، أعيط من بيت أمين صردا، وابن أخيه ذو القفا قد ردا، جيش لعكار خائبا مرتدا، ببطن جاب وكساه الحدا، حتى يوفي 100 وعدا. كما ذكرت حصون القفاء في هكر البيضاء بردع في أشعار منسوبة إلى الشاعر الصحابي حسان بن ثابت، حيث قال: شر الوقائع السدار أفنات بتلا، بين أعلى اليرموك فالخمان، فقفى جاسم قدار خليد فأقيق، فجات بي طرفلان، ووارانا بالجزع جزع أفيق، يتمشى كمشية الناقان. وتدل هذه الأشعار على شهرة حصون القفاء في البيضاء ورداع وردمان الطاهرية، ومنها حصن وعلان في عسيلة المعسال، وحصن قرن في قرانه القرناء، وحصن شحرار في جبحان والحرات وقرانه من بلاد الطاهرية قبائل القعقاع ورهبان وزهراء ارتبط بها من وقائع تاريخية وأحداث في تاريخ اليمن القديم. قبل الميلاد، الحسين بن آل طاهر وارثا ملك جده عامر بن معدي كرب بن معهر الأقرن بن حسان بن أسعد تبع، حفيد الملك شمر يهرش ملك البيضاء والصروح ومأرب ملك عرش بلقيس، ملكا رأس الأنمار وقبيلة منت قبيلة شمر هرع جده. وحسين بن آل طاهر حفيد تبع الملك شمر يعرعش من بيت آل الصور بن يقدم بن الهدهاد الحميري. قبل الإسلام، ملك البيضاء والصروح ومأرب ملك عرش بلقيس، ورث الملك في صرواح من جده حسين بن آل طاهر إلى علي بن آل طاهر حفيد تبع الملك شمر يعرعش من بيت آل الصور بن يقدم بن الهدهاد الحميري. ثم ورث الملك أحمد بن علي آل طاهر وارثا ربع العرش السبئي، ووارثا ربع اليمن من ملك أجداده السبئيين من جده ووالده علي بن آل طاهر، وملك صرواح ومناطق الوسط، حتى وصل الملك إلى أحمد بن آل طاهر حفيد تبع الملك شمر يعرعش من بيت آل الصور بن يقدم بن الهدهاد الحميري. بعد الإسلام، ورث ملك حمير بعد الإسلام سلاطين وملوك بني طاهر، ومن أبرز ملوكهم وسلاطينهم الملك الظافر عامر عبد الوهاب الطاهري الحميري البيضاني، وارث ملك تبع وملك جده شمر يهرعش الحميري من بيت الملك السبئي. نسب آل طاهر: السلطان الظافر عامر بن عبد الوهاب بن داود بن عبد الوهاب بن عامر بن أحمد طاهر بن عبد الملك بن محمد بن عبد الوهاب بن داود بن عامر بن طاهر بن محمد بن سعيد بن عامر بن أحمد سعد بن عامر بن أحمد بن علي بن سعد طاهر تبع بن الحسين بن آل طاهر رأس ذي القفاء بن تبع بن معدي كرب بن تبع ذي معهر الأقرن بن تبع تبان أسعد أبي كرب بن ملكي كرب بن تبع بن الأقرن أبي تبع بن حسان بن أسعد الكامل أبي كرب الحميري الأكبر بن الحارث تبع الأكبر بن كرب بن شمر ثاران الملقب بشمر يهرع بن حمير بن سبأ بن سبأ الكبير
بني يشجب بني يعرب. بني قحطان. معلومة تاريخية: شمر ثاران الملقب بشمر نهرع هو الذي يسمى مدينة البيضاء بهذا الاسم، بعد أن كانت تعرف قديما باسم حصى شمر.